مش عارف ليه دايما بالليل بيجي معاه إحساس بالجوع. إحساس كده إنك محتاج حاجة تدفي القلب قبل المعدة. وعشان نريح قلبك وبطنك اليوم حضرنا ليكم طاجين ديال لسان الطير باللحمة المفرومة والخضار ومعاه بطاطس ودجاج متبلة وزوينة. يلا تعالوا بينا نشوفوا كيفاش نديروا ليهم خطوة بخطوة. وما تنساوش ديروا لينا لايك وتخليوا لينا التعليق الزوينة ديالكم، وما تنساوش تكتبوا لينا الوصفات اللي بغيتوا نديروا ليكم. في طاسة سخنة على النار حطينا معلقتين أو 3 من الزيت، وضفنا عليهم بصلتين صغيرين متقطعين أو بصلة كبيرة، وهنبدأ نحرك البصل عندنا شوية لغاية لما تدبل أو لونها يتغير معانا. وبعد كده هنضيف عليها 400 جرام تقريبا من اللحمة المفرومة، ونفضل نحرك اللحمة لغاية لما يبدأ لونها يتبدل من اللحمة الحمراء ان هي تبدأ ان هي تاخد لون السوا. هنقلبها كويس لغاية لما تقرب شوية تستوي، وبعد كده هنضيف عليها طماطماية كبيرة متقطعة برضو مكعبات صغيرة، ونحرك الخليط ده كويس مع الطماطم مع البصل مع اللحمة لغاية لما الطماطم والبصل يبدأوا ان هما يستووا شوية. وبعد كده هنضيف عليهم شوية مية صغيرين يغلي الخليط ده مع بعضه، بحيث ان اللحمة يعني تقرب برضو تستوي شوية، مش هتستوي كتير لان احنا هنرجع ندخلها الفرن. هنضيف بعد كده توابل، عندنا ملح جنزبيل وفلفل اسود، وهنحرك الخليط بتاعنا معانا شوية، وكده الخليط هيبقى جاهز بعد ما ضفنا التوابل. ونبدأ بعد كده نجهز معانا اللسان عصفور بتاعنا. من بعد ما سالينا الخطوة الأولى دزنا الخطوة الثانية، وهنايا في مقلة واحدة أخرى غادي نديرو 2 معالق كبار ديال الزيت، غادي نضيفو عليهم لسان الطير تقريبا هنا استعملنا 500 غرام. من بعد غادي نحركو هداك لسان الطير مع الزيت مزيان على نار مهيلة وحتى يبدا يتغير لينا اللون ديالو تدريجيا. واكيد حنا اللون اللي بغينا نوصلوا ليه هو اللي غيبان معكم دابا في الصوره، واحد اللون مذهب وزوين. من بعد غنبداو نزيدو في الخضره اللي ديالنا اللي غنستعملو. استعملنا خيزو او جزره كامله مقطعه صغير، واحد الكاس ديال الجلبانه، وغادي نضيفو واحد الفلفله حمراء صغيره مقطعه حتى هي مكعبات. هنايا من بعد ما ضفنا الخضر ديالنا غادي نحركوهم مع لسان الطير. واذا لاحظتوا انه انا ما وقفتش تحريك باش لسان الطير ما يتحرقش لينا. ومن بعد غادي نبداو نتبلوهم بتوابل بسيطه. غنضيفو معلقه صغيره ديال الملحه مع معلقه صغيره ديال البزار او فلفل اسود، ومعلقه صغيره بابريكا او التحميره، وغنخلطوا هاد التوابل مزيان مع الخضره ديالنا ولسان الطير. وهنا غادي ندوزو للخطوه الاخيره. خدينا طاجين هكا دائري ودخلناه الفران سخن لمده 10 دقائق، ومن بعد خرجناه. غندهناه بشويه ديال الزيت من الجوانب باش نضيفوا عليه داك المكونات اللي صايبنا مع بعضياتنا. هنا غادي نضيفوا اول حاجه الكفته ديالنا اللي طيبناها نص طيبه. هي غتدخل الفران وتكمل السوا ديالها ولا الطياب ديالها. هنا كما شفتوا بسطناها كطبقه اولى، ومن بعد ضفنا هذاك لسان الطير والخضره ديالنا. ما شاء الله الخضره عطات لون زوين مع لسان الطير. ومن بعد غادي نزيدو شويه الماء او القدر الكافي ديال الماء اللي زدنا، اللي نغطيو غير هذاك لسان الطير نغطيوه بالماء. ومن بعد غادي نغطيو الطاجين ديالنا بورق الزبده وبابي ألمنيوم أو ورق الفويل، وندخلوه للفران يكون سخون درجة حرارة 200. ومن بعد خليكم معانا تشوفوا الطاجين بصراحة جواع. مع الطاجن الجميل بتاعنا هنعمل عندنا بطاطس
بطريقة حلوة قوي وسهلة، وكل الناس بتحبها، وخاصة في الليل كده ممكن ننقنق فيها. البطاطس الويدجز، عندنا بطاطستين، البطاطس زي دي كده هنقسمها نصين، وكل نص هنقسمه برضو 2، وكل نص هنقسمه برضو 2 بالشكل ده. تقطع كلها بالشكل ده كده، تتقطع بالشكل ده. وفي ناس بعض الناس بتقشرها، ولكن انا ما بحبش اقشرها، انا بسيبها بالقشر بتاعها. بنغسلها كويس وبنسيبها بالقشر ده. تعالوا نشوف نتبلها ازاي. هنتبل دلوقتي البطاطس اللي قطعناها. نحط فيها البطاطس في البوله، ونضيف عليها معلقه ملح ومعلقتين من البابريكا. البابريكا من الحاجات المهمه قوي في البطاطس دي، بتديها. نضيف بعد كده معلقه من الثوم البودر، ونضيف كمان شويه من الزعتر. وبعد كده عندنا دي توابل بطاطس، ونضيف شويه من التوابل دي، شويه من زيت الزيتون، ونقلب المكونات دي كلها مع بعض. لما البطاطس تاخد التوابل دي كلها، ندخلها بعد كده الاير فراير. في المقلايه بتاعه الاير فراير هنجيب البطاطس، نحط فيها في الاول ورقه زبده، ونرص عندنا البطاطس كده. وانا خلصنا البطاطس بتاعتنا، حطينا في الصاج بتاع الاير فراير ده. هندخلها دلوقتي الاير فراير تقريبا على درجه حراره 200 او اعلى شويه لمده 30 دقيقه. استوت البطاطس عندنا وطلعت بالشكل الجميل ده، مقرمشه من بره وطريه من جوه، وقدمناها مع صوص الجيريان. وكمان استوى الطاجن معانا. هنقلبه دلوقتي في الطبق، خبط عليه كده شويه لغايه لما ينزل المكونات اللي فيه، وما شاء الله طالع الشكل جميل جدا. ما تنسوش تشتركوا في القناه بتاعتنا، تعملوا لنا لايك على الفيديو ده بالذات، عايزين نوصل بيه لاعلى عدد من اللايكات. وسيبوا لنا تعليقات لو حابين تعملوا اي اكلات زي ما قلنا قبل كده. وبالهنا والشفا.